في القاهرة سنة 1987 مواطن مصري بسيط اسمه محمود كان راجع من شغله على طريق الأوتوستراد، والطريق ده ساعتها كان صعب جدا انك تلاقي حد ماشي عليه لأنه كان لسه جديد. محمود في الطريق الفاضي ده بص لقى عربية واقفة على جنب، ولما قرب من العربية لقى الإزاز بتاعها ملطخ بالدم والهيكل بتاعها. طبعا اتصدم من المنظر اللي شافه، بس قال يمكن صاحب العربية عامل حادثة ومحتاج أي مساعدة، فقرر إن هو يروح عند العربية ويشوف فيه إيه. وطبعا كان مستغرب إن العربية ما كانش عليها أي آثار حادثة. محمود ضربات قلبه عمالة تزيد كل ما بيقرب من العربية، وكان عمال ينادي على أي حد جوه عشان يمكن حد يرد عليه، لكن محدش بيرد. وكل ما كان بيقرب كان الموضوع بيبقى مرعب أكتر، لحد ما قرب من العربية وفتح الباب. وهنا كانت الصدمة. محمود لما فتح باب العربية لقى جثة راجل في الستينات من عمره، وواضح عليه إنه مطعون كذا طعنة وغرقان في دمه. فقرر إن هو ياخد العربية بسرعة ويطلع على أقرب مركز شرطة ويبلغ. يا ترى مين الراجل اللي محمود لقى الجثة بتاعته، ومين اللي عمل فيه كده وليه؟ الإجابة دي هنعرفها مع بعض، بس ركز قوي في التفاصيل اللي هقولها. الشرطة وهي بتفتش في عربية الضحية لقوا محفظته اللي مكتوب فيها كل بياناته، وقدروا يعرفوا إن هو اسمه ماهر، وقدروا يعرفوا العنوان، وكمان عرفوا إن العربية دي ملكه ومكتوبة باسمه. بعدين المحققين اكتشفوا إن مرات الضحية عملت بلاغ في نفس اليوم اللي اختفى فيه، وقالت في البلاغ إنه مش متعود أبدا يبات بره، وهي كانت قلقانة عليه طول الليل ومش عارفة تنام، ومتأكدة إن في حاجة حصلت له. ومن خلال التحريات عن ماهر عرفوا إن هو بينتمي من عيلة غنية جدا، وعندهم شركات كتير ومشاريع كتير جدا. ومش كده بس، ده كمان كان ضابط في الجيش، وبعد تقاعده اتجوز مراته التالتة واللي اسمها نوال. وركز لي قوي مع نوال دي. وبعد ما اتجوزها قرر ان هو يفتح مشروع جديد وهو معرض عربيات. المعرض ده كان موجود في عمارة هو بيملكها ماهر، وكمان العمارة دي فيها شقته اللي عايش فيها هو ومراته نوال، بالإضافة كمان لشقق ولاده الاتنين. بس دول مش ولاد نوال، دول من زيجات تانية، لأنه أصلا مخلفش من نوال. نوال كان عندها ابن من واحد تاني ومش عايش معهم أصلا. يعني في تشابك أسري والعيلة كبيرة وعلاقتهم كويسة جدا مع بعض كلهم، زي ما قلنا ما عدا ابن نوال لأنه أصلا مش عايش معاها وما بيتعاملش معاهم كتير. ماهر كان بيحب مراته نوال جدا لدرجة إن هو كان عامل لها توكيل عام لكل أملاكه. نرجع تاني للمحققين اللي اكتشفوا ان الجاني يختار الطريق ده بالذات عشان عارف ان هو فاضي وبعيد عن المناطق السكنية، وفين وفين لما بتعدي اي عربية على الطريق ده. وكمان لقوا اثار دم بعيد عن العربية بكام متر، واتصدموا لما عرفوا ان ماهر الضحية مطعون باكتر من 60 طعنة، وان اغلبية الطعنات عند منطقة القلب، وواضح ان اللي كان بيقتله كان متغاظ منه جدا. وكمان المحققين لقوا حاجات غالية جدا في العربية، غير ان العربية دي وقتها كان لسه احدث موديل وغالية جدا. يعني كده لا يمكن الحادثة تكون بهدف السرقة، وان اللي عمل فيه كده كان حد قريب منه جدا. وبعدين اكتشفوا من اثار الدم الموجودة في كل حتة واللي مختلطة بدم ماهر الضحية ان كان في اكتر من شخص هو اللي نفذ المهمة مش شخص واحد، ورجحوا ان هما شخصين على الاقل، وكل واحد فيهم كان بيضرب من اتجاه مختلف. وبعدين الشرطة بتروح على بيت الضحية، وهناك بيقابلوا ولاده الاتنين ومراته نوال، وفعلا بلغوهم باللي حصل. وساعتها مراته لما سمعت الخبر فضلت تصرخ ومكانتش قادرة تقف على رجليها من كتر الصدمة. وبعد ما هديوا شوية بدأوا يستجوبوهم ويسألوهم لو كان الضحية ليه اعداء او حد بيفكر يأذيه، بس كلهم اجمعوا ان الضحية كانت شخصية محبوبة والناس كلها بتحبه وبتحترمه، وما كانش فيه أي عداوة ما بينه وبين أي حد. حتى الموظفين اللي عنده في المعرض أجمعوا إن هو عمره ما اتخانق ولا عمل مشاكل مع حد. بس كان في موظف من فترة قليلة اسمه علاء كان عامل معاه مشكلة كبيرة، والموظف ده مراته نوال هي اللي كانت مشغلاه عنده في المعرض. ورغم المشاكل اللي كان بيعملها الموظف اللي اسمه علاء ده كانت نوال دايما بتقف في صفه، عشان كده الضحية كان دايما بيصبر عليه وما بيرضاش يطرده. لحد ما في مرة الضحية قفشه وهو بيسرقه، فقرر ان هو هيفضحه ويتخانق معاه قدام الناس كلها، وطرده وهانه بطريقة مش حلوة خالص. لكن الغريبة ان بعد كام يوم بيبص يلاقي مراته نوال داخلة هي وعلاء الموظف وبتتحايل عليه ان هو يرجعه الشغل تاني. وطبعا دي حاجة غريبة جدا، فعشان ماهر متعود ان هو ما يرفضش لمراته نوال اي طلب وافق ورجع علاء تاني بعد الخناقة الكبيرة دي كلها والفضيحة. طبعا المحققين من الكلام اللي بيسمعوه بدأوا يشكوا في الموظف اللي اسمه علاء ده فعلا، وفي علاقة نوال الغريبة بيه. هي ليه بتدافع عنه بالطريقة دي؟ هو يقرب لها ايه ولا هي تعرفه منين؟ وبعد التحريات الدقيقة اكتشفوا ان علاقة ماهر بنوال ما كانتش مثالية زي ما كل الناس كانت فاكرة، وان كان في ما بينهم مشاكل كبيرة بس ما حدش يعرفها.
ماهر كان مانع مراته انها تتواصل مع ابنها باي شكل من الاشكال، كمان منعها انها تحضر فرحه، وده خلى العلاقه بينهم دايما فيها شرخ، ودايما نوال مش قادره تسامحه على اللي هو عمله معاها. فعشان كده ماهر ما بيحبش يرفض لنوال طلب، يعني اكنه بيحاول يكفر عن ذنبه بعد ما بعدها عن ابنها، طبعا بالطريقه دي وبانه يغرقها فلوس ومجوهرات وعربيات ويخليها عايشه عيشه تانية عشان تنسى ابنها. المهم ان الشرطه برضه ما عرفوش ايه علاقه علاء بنوال، والغريب ان هم ما لقوش بينهم اي صله قرابه، وهم سالوا ابن ماهر الكبير اللي اسمه مجدي، وده يبقى مسؤول عن المعرض اللي ابوه عامله، سالوه عن علاقه نوال بالموظف علاء. مجدي قال ان مفيش اي صله قرابه ما بينهم، بس نوال بتثق فيه بطريقه غريبه جدا، وقال كمان ان علاء جه من فتره وعرض على ماهر انه يبيع حته ارض كانت عنده، وقعد يلح عليه بطريقه غريبه ويقنعه بكل الطرق، لكن ماهر ما بيرضاش يبيع الارض دي برضه باي شكل من الاشكال. فبيفضل علاء وراه ويقعد يقنعه بالموضوع وبرضه بيرفض، لحد ما نوال بتتدخل وبتحاول تقنع ماهر، والغريب ان ماهر بيسمع كلامها وفعلا بيقرر يبيع الارض دي. علاء كان دايما بيقنع ماهر وبيقول له ان في مشتري هيشتري الارض دي بسعر عالي جدا وجاهز كمان، وبالفعل علاء كلم ماهر وقال له احنا هنروح نقابل واحد اسمه عزت، واللي المحققين ما كانوش يعرفوه ان علاء وعزت قابلوا ماهر في نفس يوم الجريمه الصبح. وطبعا بما ان الطريق ده محدش بيروح غير قليل قوي، فطبيعي ان هم هيروحوا اي مكان قريب هيعرفوا ان هم كانوا ماشيين على الطريق ده، وفعلا كانوا قاعدين في قهوه قريبه من طريق الاوتوستراد، والعامل اللي في القهوه ده اكد ان الضحيه كان قاعد مع شابين في نفس يوم الجريمه بالليل، وكانوا قاعدين مع بعض بيتكلموا، وبعد ما خلصوا كلامهم وقعدتهم مشوا في عربيه الضحيه. يعني كده عزت وعلاء ركبوا مع ماهر لوحدهم، واحد قاعد جنبه قدام والتاني قاعد ورا، وعلى طول الشرطه بتروح تقبض على علاء وعزت عشان يعرفوا ايه علاقتهم بالجريمه واخر حاجه حصلت ما بينهم وبين الضحيه ايه. لكن الغريبه ان الشرطه لقيت الاتنين مجروحين في ايديهم، وطبعا ده بيفسر الدماء المختلطه مع دم الضحيه ماهر. وبعد رفع البصمات وعينات الدم اكتشفت الشرطه ان دي عيناتهم وده دمهم، والاتنين قرروا في الاخر ان هم يعترفوا بالجريمه واللي حصل كله. علاء قال ان هو اخترع حكايه بيع الارض ده وخد عزت عشان يروح يخلصوا على الراجل عشان هو ما كانش هيقدر عليه لوحده، وده لان ماهر كان جسمه رياضي وكمان كان ضابط في الجيش، يعني هم كانوا عارفين ان هم مش هيقدروا عليه بسهوله. وفعلا لما قابلوه كان معاهم سكينه، واول ما طلعوا على الطريق علاء ادى اشاره لعزت عشان يهجم عليه، وعزت لما ضرب ماهر بالسكينه ماهر قعد يقاوم وفعلا عورهم هما الاتنين، فعلاء اضطر يتدخل هو كمان من الناحيه التانيه ويكمل طعن. وكده قبل ما ماهر يموت كان صاب علاء وعزت، وده خلى الشرطه تعرف كم عدد الاشخاص اللي قتلوه. طب يا ترى ايه اللي خلى علاء يعمل كده، وايه اللي دخل نوال بالموضوع؟ ما اصل استحاله بعد كل الدفاع عن علاء ده تكون هي ملهاش اي علاقه بيه فعلا. وهنا كانت المفاجاه ان علاء ملوش اي دخل بالموضوع، ولا عايز ينتقم من ماهر ولا يقتله ولا حاجه، ولا حتى عشان يسرقه وياخد منه فلوس، وان الفكره كلها في نوال، وهي اللي اجرت عزت عشان يخلص على ماهر، وطلبت منه يقتله مقابل مبلغ كبير من المال وعربيه كمان. طبعا لما قبضوا على نوال في الاول انكرت، بعدين قررت تعترف وتحكي كل اللي حصل، لكن برغم كل اللي قالته وكل التفاصيل ما قالتش السبب الحقيقي اللي خلاها قتلته. وفي النهايه بيتحكم عليهم هما الثلاثه بالاعدام، وبتموت نوال وبتسيب الناس وكل العيله في حيره. ايه اللي خلاها عملت كده؟ هل عشان ماهر بعدها عن ابنها فعلا، ولا عشان كانت طمعانه في ثروته، ولا في سبب تاني محدش يعرفه لحد دلوقتي؟ مستنيه رايكم في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد وقصه جديده.